واخيرا اقوى جهاز من سامسونج في الفئه الاقتصاديه وهو الجالاكسي A17. جبت لكم الجهاز عشان نتكلم عنه واقول لكم كل مواصفات الجهاز وهل الجهاز ده يستاهل انك تشتريه ولا لا. ولكن قبل ما نتكلم عن مواصفات الجهاز ده ما تنساش تعمل لايك الفيديو وكمان انزل اعمل سبسكرايب للقناه. اشترك في القناه عشان نوصل ل 250 الف مشترك في اقرب وقت وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديده. يلا بينا نبدا الفيديو سريعا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نتكلم عن تصميم الجالاكسي A17 من سامسونج، خلينا نشوف الأول تجربة الأنبوكسنج وإيه اللي بيجي في العلبة. زي ما انتم شايفين دي شكل العلبة وهي رفيعة طبعا. الجهاز مفيهوش أي حاجة من جوه. تعالوا نفتح العلبة ونشوف أصلا إيه اللي بيجي جوه العلبة. أول ما بتفتح العلبة بتلاقي زي ما انت شايف قدامك كده الجهاز وملفوف بالبتاع الورق دي. المهم مفيش أي حاجة في العلبة غير العلبة دي فيها الكابل وفيها الدبوس بتاع الشريحة، بس كده ده اللي موجود في العلبة. مفيش أي حاجة موجودة في العلبة غير الكابل ودبوس الشريحة. وزي ما انتم شايفين هي دي العلبة، وده اللي بقى شائع في كل الأجهزة دلوقتي من سامسونج وأبل وبعض الشركات. ولكن معظم الشركات اللي بتجيب أجهزة أو بتنزل أجهزة في الفئة الاقتصادية دلوقتي بتنزلها بعلب كبيرة وفيها شاحن. فدي حاجة بصراحة أنا شايف إن هي عيب بالنسبة للجهاز، إن الجهاز مش نازل بالشاحن بتاعه. ولكن بقى الجهاز زي ما انتم شايفين كده هنشيل من عليه الورقة، وبعد ما نشيل الورقة هتلاقي إن الجهاز جاي بتصميم جامد قوي. تصميم الجهاز ده عاجبني بشكل مش طبيعي، وده مش تصميم موبايل في الفئة الاقتصادية خالص، ده تصميم موبايل بريميوم. الجهاز برغم إنه مصنوع من البلاستيك والظهر من الفابريكس، ولكن الجهاز مدي فخامة غريبة، يعني بيوحي بالفخامة بشكل جامد جدا. وده بيرجع لأن تصميمه كمان قريب من سلسلة الاس ومن سلسلة الاي طبعا اللي هو الاي 56. فالجهاز تصميمه رائع، الجهاز تصميمه جميل، واللون السيلفر ده بصراحة من أحلى الألوان في الجهاز ده. وعشان كده أنا جبت اللون ده بالذات لأنه كان عاجبني، كنت عايز أعمل فيديو على اللون ده بصراحة. لون الفريم برضو سيلفر وبيجي من البلاستيك، والظهر زي ما قلت لكم من البلاستيك. ورا في 3 كاميرات، تصميم ال3 كاميرات الشهير بتاع سامسونج دلوقتي اللي بقى يجي في كل الأجهزة من أول الفئة الاقتصادية لحد الفلاج شيب. وزن الجهاز هنا 192 جرام، وده وزن مش خفيف نسبيا لأن في أجهزة في الفئة دي أخف من كده. الجهاز ده بيجي مقاوم للمياه والغبار معيار اي بي 54، وده قليل برضو. والجهاز هنا يعتبر هو مش ضد الميه، هو ضد الرذاذ الميه او مقاوم لرذاذ الميه، مش ضده كمان. الجهاز هنا مقاومه المياه والغبار فيه مش افضل حاجه، فيه حاجات اعلى من كده، ولكن هو كافي جدا في سعر الجهاز ده. طبعا سعر الجهاز هقوله لكم في اخر الفيديو. اما بقى تصميم الشاشه فما عجبنيش خالص. تصميم الشاشه اللي بيجي بدروب نوتش وحافه كده من تحت، تحسها واخدين نص طريق الدائري حاطينه تحت. بصراحه كبيره جدا جدا واكله من الشاشه. انا طبعا عارف ان هو جهاز فئه اقتصاديه والكلام ده كله، ولكن في اجهزه في الفئه دي بتقدم بيزلز اقل من كده وتصميم الهول بانش. التصميم ده قدم جدا وبصراحه مش حابه. ولكن مش معنى ان انا مش حابب تصميم الشاشه ان انا مش حابب الشاشه، بالعكس الشاشه هنا عجباني جدا كمواصفات، لان الشاشه هنا شاشه سوبر اموليد من سامسونج بالوانها الخرافيه. شاشه بتوصل نسبه سطوعها ل 800 نتس، وشاشه كمان بتيجي بتردد عالي 90 هرتز، مش 120 هرتز ولكن 90 هرتز كافيه جدا في الفئه دي. حجم الشاشه هنا 6.7 انش، وده حجم جامد قوي في مشاهده المحتوى وحجم مثالي. كثافه البكسلات هنا 385 بكسل لكل انش، وبصراحه تجربه مشاهده المحتوى على الشاشه دي حلوه قوي، والشاشه شارب والتفاصيل باينه قوي لما بتتفرج على اي فيديو. فبصراحه الوانها والكواليتي بتاعتها وتجربتها كلها على بعضها جميله قوي في مشاهده المحتوى. فدي حاجه من الحاجات اللي عجبتني في الشاشه فعلا، او عجبتني في الجهاز كمجمل. الشاشه من اكتر الحاجات اللي عجبتني في الجهاز فعلا هي دي. ده غير ان الشاشه هنا بتيجي بطبقه حمايه عاليه كورنينج جوريلا فيكتوس. وعلى فكره على قد ما البيزل من تحت كبيره وفي دروب نوتش، ولكن نسبه استحواذ الشاشه من الهيكل 86%،
ودي نسبة كويسة نسبيًا بالنسبة للشكل اللي إحنا شايفينه ده. أما بقى بالنسبة لأداء الجهاز ده فهو مش أقوى حاجة في الفئة دي، ولكن بيتميز بأكتر من حاجة. خلينا نتكلم أول حاجة عن المعالج. معالج الجهاز هنا ميديا تك هيليو جي 99 بتكنولوجيا ال6 نانومتر. اللي بيميز بقى الجهاز ده أكتر من المعالج، لأن المعالج مش نقطة قوة في الجهاز خالص، هو معالج كويس في الفئة دي، مش أفضل حاجة، ولكن اللي بيميز الجهاز ده وهي إن الجهاز ده يوصل له 6 سنين تحديثات. فده شيء قوي جدًا في رينج السعر ده، جهاز يقعد معاك 6 سنين يوصل له تحديثات، فده شيء جامد أوي. ده غير كمان إن تجربة الOne UI على الجهاز ده جميلة، تجربة التقطيع فيها أو اللاج قليل مش كتير، يعني التقطيع واللاج طبعًا في الفئة دي بيكون في لاج على أي جهاز في الدنيا وفي تقطيع، ولكن التقطيع واللاج هنا مش كتير بصراحة. والمميز كمان في الجهاز إن بييجي بأكتر من مساحة وأكتر من حجم رام، يعني الجهاز اللي أنا جايبه ده هو ال6 جيجا بايت رام 128، ودي أقل حاجة أنصحك بيها تجيبها، ما تجيبش النسخة ال4 جيجا بايت رام، لأن أصلًا ال6 جيجا بايت رام هنا كويسة ولكن برضه مش أفضل حاجة، يعني ال4 جيجا مش هتكون لذيذة خالص معاك، فالأفضل إن أنت تشتري الجهاز ده بُص للنسخة ال6 جيجا بايت أو النسخة ال8 جيجا بايت رام. وبالنسبة بقى لتجربة الكاميرات هنا، فتجربة الكاميرات كانت مميزة جدًا في جهاز بالسعر ده، فيه 3 كاميرات، كاميرا وايد اللي هي الكاميرا الأساسية، وكاميرا ألترا وايد، وكاميرا ماكرو. بصراحة سيبك من الكاميرا الماكرو، أنا ما جربتهاش وما باحبش الكاميرا الماكرو، ما باحبش أجربها أصلًا في الأجهزة بتاعة الفئة الاقتصادية أو الفئة المتوسطة، لأنها ما بتقدمش كواليتي حلوة وده الأكيد. ولكن خلّيني أكلمك عن الكاميرا الأساسية والكاميرا الألترا وايد، الكاميرتين هنا بيقدموا تجربة خرافية، تجربة جامدة جدًا، جدًا، جدًا مقارنةً بالسعر ده. الجهاز ده أنا صوّرت بيه أكتر من صورة بتقدم لي quality حلوة أوي. الكاميرا الأساسية كمان لمّا بتعمل فيها crop 2x ال2x ما زالت بتدّيك quality حلوة أوي. يعني أنا دلوقتي في إضاءة الإستوديو، فإضاءة الإستوديو مش أعلى حاجة وفي نفس الوقت مش ضعيفة، فبتطلّع لي صور كويسة، فأشعة الشمس بتطلّع صور جامدة أوي. في الإضاءة المنخفضة بتكون مليانة noise إذا كانت الألترا وايد أو الأساسية، ولكن غير كده الكاميرتين هنا بيقدموا تجربة لذيذة جدًا، وسامسونج بقى لها فترة بصراحة بتقدم تجربة لذيذة في الكاميرات في جميع الفئات بتاعتها. الجهاز هنا طبعًا للأسف آخره 1080 30 فريم في الثانية، وده مش عيب خالص في الفئة السعرية دي، ما أظنش إن في جهاز بيصور 4K في الفئة السعرية دي، ممكن يكون فيه، ولكن معظم الأجهزة اللي جربتها في الفئة دي ما فيهاش حاجة بتصور 4K. والكاميرا الأمامية هنا 13 ميجا بكسل، الكاميرا الأمامية لذيذة مستخدمة، تقدر تستخدمها عادي جدًا، مش واو ولكن مش وحشة أوي، وبتصور برضه بيها فيديو لحد 1080 30 فريم في الثانية. نيجي بقى لعيب قوي جدًا في الجهاز هنا ما عجبنيش خالص، وهو إن السماعات هنا مونو مش ستيريو، يعني هي سماعة واحدة من تحت، سماعة المكالمات ما بتشتغلش معاك، فلو طبعًا حطيت صباعك وأنت بتتفرج أو بتسمع أي حاجة، السماعة اتسدت مش هتسمع أي حاجة، الصوت مش ألذ حاجة في الجهاز. أنا بصراحة ما باحبش أستخدم جهاز خالص فيه سماعة مونو، وأتمنى إن سامسونج الفترة اللي جاية تخلّي السماعة هنا ستيريو، لإن برضه ده كان بيحصل في سلسلة الA حاجة و20 والA حاجة و30 على ما أظن، الA حاجة و20 كانوا بينزّلوها برضه مونو ولكن عدّلوا من ده وبقت تنزل ستيريو، فعلى ما أظن قريب جدًا هنشوف سامسونج بتنزّل الفئة دي سماعات ستيريو، لإن بصراحة تجربة سماعات المونو مش ألذ حاجة تمامًا. وتجربة البصمة اللي مدمجة في زرار الباور سريعة ولذيذة جدًا، بتغلط ساعات بتغلط، ساعات ما بتقراش صباعك صح، ولكن لمّا بتلقطه سريعة جدًا وبتفتح في أقل من لحظة، يعني أسرع من البصمات اللي بتكون تحت الشاشة بكتير، يعني أي بصمة تحت الشاشة في الفئة دي هي الfinger print هنا أسرع منها بحبة حلوين. وبالنسبة طبعًا للبطارية، فالبطارية هنا 5000 ملي أمبير، بطارية ممتازة هتكفي معاك اليوم، والجهاز بيشحن بسرعة 25 واط، فدي سرعة لذيذة جدًا. الجهاز مثلًا دلوقتي كان 51% أمّا بدأت التصوير واستخدمته، مش تصوير فيديو لأ، كنت باصور B-rolls وكذا حاجة، وشغّلت كذا حاجة على الجهاز، كان 51% وصل دلوقتي بقى 48%، فكل اللي استهلكه 3%، فده شيء جامد جدًا. طبعًا الجهاز هنا بييجي ب3 ألوان البلاك والGray والblue، وال3 ألوان أحلى من بعض، ولكن أكتر لون عاجبني اللون السيلفر، هو فعلًا أحلى لون فيهم، فأنا أرشّح لك اللون ده لو بتحب اللون السيلفر زيي. طبعًا قعدت أقول لكم السعر في آخر الفيديو، أنا نسيت أصلًا بعد ما خلصت الفيديو ورجعت تاني صوّرت الجزء ده عشان أقول لكم على سعر الجهاز.
النسخة ال6 جيجا بايت ال128 اللي معايا هنا سعرها 8190 جنيه الرسمي بضمان محلي من سامسونج صنع في مصر، وده بصراحة جامد جدًا موضوع الضمان المحلي اللي معظم الشركات دلوقتي بقت تقدّمه، فده شيء كويس لإن معظم الشركات فتحت عندك في مصر مصانع وبتصنّع عندك في مصر. فالجهاز هنا سعره 8190 جنيه زي ما باقول لك، فلو هتجيب هات النسخة دي ما تجيبش النسخة ال4 جيجا بايت رام. بس كده وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو لسه ما اشتركتش انزل اعمل سبسكرايب دلوقتي حالا القناة. اشترك في القناة عشان نوصل لربع مليون مشترك في أقرب وقت، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ولينك الانستجرام عندك في الكومنت لو عندك أي استفسار كلمني هناك. ما تنسوش طبعا تتفرجوا على الفيديو اللي فاتت وانتظروا الفيديو الجاي واشوفكم على خير.